اهلا بيكم في سلسلة شروحات اوسانتكس. صفحة المخزن وقطع الغيار الداخلي صفحة مهمة جدا لتجار قطع الغيار الداخلي وفني الصيانة الشاطر اللي بيجيب قطع غيار داخلي زي الشاشات والبطاريات والفلاتات وكل قطع الغيار ويخليها عنده في المحل عشان ينجز شغله بسرعة. طبعا الصفحة مهمة لأي تاجر قطع غيار داخلي. الصفحة بالنسبة له محل كامل هيقدر يبيع لجمهور ويقدر يبيع لفنيين ويقدر يحسب المخزن ويجرده ويعرف النواقص اللي عنده. هيقدر يوفر على نفسه كتير ومش هيسيب مسمار في المحل الا ويكون عارفه بالظبط. الصفحة بشكل عام بتعرض لك كل الحاجات دي. طبعا العرض ده بيكون ليك كاونر كصاحب المكان او المدير بتاع المكان. المحاسب او الفني اللي هتضيفه عشان يضيف قطع او يبيع قطع مش هيقدر يشوف كل الامكانيات دي، هو بس هيبقى عنده متاح ان هو يبيع القطعة وسعر التكلفة بيظهر لك انت بس. طيب اول حاجة خلينا نتكلم هنا قيمة المخزون. بيظهر لك اجمالي البضاعة اللي عندك بكام، النواقص لو عندك حاجات ناقصة بتعرضها لك هنا، الحاجة اللي اتباعت اكتر حاجة عندك ايه اتباعت. هنا الدرج بتاع الخزنة لو انت فيه فلوس، لو انت ساحب فلوس فعليك قد ايه، واجمالي القطع، اجمالي الاصناف اللي عندك ايه. نقدر نضيف صنف لو احنا هنضيف منتج واحد. يعني مثلا انا جبت مجموعة شاشات لجهاز واحد فاقدر اضيفها كصنف واحد. اما لو انا هضيف اكتر من صنف انا ممكن اعمل فاتورة وبرضو اقدر اختار المورد بتاعي. ممكن انا لو المورد مش موجود ولسه اول مرة اتعامل معاه فانا اضيف مورد جديد واقدر ادفع اجمالي الفاتورة. هنا بكتب اسم الصنف. هنا لو انا عندي المنتج عليه باركود اقدر ان انا اعمل سكان للباركود بتاعه من خلال الجهاز بتاع الباركود، او لو انا بضيف الفاتورة من على الموبايل مجرد ما ادوس هنا هيفتح لي الكاميرا بتاعة الموبايل اعمل سكان للباركود. طيب المنتج معلوش باركود فانا هسيبها وبعد كده اطبع للمنتج دوت باركود هيتعمل اوتوماتيك من خلال السيستم. اختار القسم. انا عندي هنا بضيف بطارية. طيب بالنسبة للماركة والموديل فهم مهمين لسبب ان انت لو عايز تعرف ايه القطع الغيار المتاحة عندك لجهاز مثلا ريلمي سي 65 لجهاز ايفون لجهاز كذا، مجرد ما تكتب اسم الجهاز هيظهر لك في المخزن كل قطع الغيار المتاحة عندك ليه. لو عايز تضيف الماركة والموديل للقطعة مفيش مشكلة، تقدر ان انت تضيف، ولو مش حابب فبرضو انت تقدر ايه تضيف من غيرها. هنا بنحدد الكمية، التكلفة بتاعتنا، ده سعر البيع الطاي، وهنا سعر البيع للفني. طبعا انا اقدر ان انا اغير السعر ساعة البيع براحتي، اقدر ان انا ادفع اللي انا عايزه. لو انا عايز اضيف سطر تاني اضيف صنف تاني فاقدر اضيفه من هنا. هنا اخترت شاشة. طبعا هنا انا اقدر اختار الماركة بتاعتها وبرضو ممكن اختار الموديل. طيب انا هنا مضفتش مورد لسه، طبعا انا عامل مورد تيست كتجربة. لو انا دفعت له حاجة من الفاتورة فاقدر اكتب اللي دفعته او اكتب الاجمالي. لو انا دفعت كل الفاتورة فكده هنا ظهر لي ان الفاتورة دي مدفوعة بالكامل واعمل حفظ الفاتورة. الزرار ده فيه طلبات العملاء. لو عميل دخل سألني على حاجة معينة مثلا شاشة جهاز او بطارية او اي حاجة هي مش موجودة عندي وانا اتفقت معاه ان انا ممكن اجيبها له، فانا بسجلها عندي في النواقص عشان ما انساش بعد كده. واول ما الحاجة بجيبها مجرد ما ادوس هنا على الصنف وصل هيبعت لي رسالة جاهزة للعميل يقول له ان الشاشة اللي انت كنت بتبحث عليها او المنتج اللي انت بتدور عليه بقى موجود عندنا في المحل دلوقتي وتقدر تيجي
تاخده. طبعا هنا الشاشة دي فهي مهمة جدا جدا لكل محلات قطع الغيار. النهاردة محل قطع الغيار بيبيع كل القطع عنده بالآجل، يعني ممكن يطلع الشات ويجي آخر اليوم عايز يحصل من المحلات اللي أخدت منه. مجرد ما يفتح الصفحة دي هتجيب له كل حاجة، كل الديون اللي بره. ممكن يطبع فاتورة زي كده ويديله ان هو يلف على المحلات يقول له ان المحل ده اخد مني كذا وكذا ومطلوب منه قد كده. والمحل بعد ما المحصل بيجيلي انا اقدر ان انا اعمل تسجيل التحصيل واشوف الديون اللي عندي، كل محل دفع اللي عليه ولا لا، او لسه فاضل عليه فلوس، فبقدر اسجل المبلغ اللي اتحصل معايا عشان مفيش ولا جنيه يضيع عليا ولا اي حاجه تروح، فكل حاجه متسجله. وطبعا زي ما عرفت اللي ليا بالظبط انا اقدر اعرف برضو اللي عليا من ديون الموردين. اقدر اجيب المورد اللي نزلت منه بضاعه ولسه عليا ليه فلوس، اقدر ان انا لو دفعت له فلوس ان انا اسجلها هنا. طبعا هنا برضو التقارير بالظبط ايه اللي انا بعته وايه اللي طلعته وكسبت كام فيه. هيعمل لي اجمالي الناتج، اجمالي الارباح، واجمالي التكلفة عليا، او لو في حاجة خسرت معايا وبعت بقد كده. انا اسجل عملية بيع. طبعا هنا في صفحة البيع اقدر احدد الكمية اللي هتطلع، اقدر اضيف ان انا عشان السعر يتحدد على طول لو انا ببيع لزبون عادي او لمحل فاقدر احدد. طبعا هنا لو انا هدفع كاش فممكن محددش العميل. طبعا هنا اجباري لو انا هدفع اجل ان انا اختار عميل سواء هو عميل عندي قبل كده محل. طبعا هنا بيظهر لي لو كان عليه فلوس قبل كده او لا، وممكن كمان ان هو لو مش موجود عندي فانا اضيف عميل جديد واضيف نوعه اذا كان هو زبون عادي ولا محل، واكتب اي ملاحظات على البيعة وبعدين اكد البيع. ممكن كمان لو القطعة بقى فيها مشكلة فانا ممكن اسجل هنا ان هي هالك، واكتب ان الشاشة عندي مثلا لقيتها مكسورة او مسطرة او ايا كانت المشكلة اللي فيها. مجرد ما اسجل هالك هنا طبعا انا الهالك ده اقدر اشوف في التقارير. هنا لو فتحت التقارير هلاقي ان الهالك عندي ظهر. طبعا اقدر ان انا لو متاح معايا ان انا استبدله من التاجر فانا هقدر اسجله عندي استبدال عشان يخرج من الهالك وميبقاش عندي في التقارير حاجة متلخبطة. يا اما لو انا هرجعه فلوس واخد من التاجر فلوس هسجل المبلغ اللي انا خدته من التاجر او المستورد اللي انا جايب القطعة منه، واقدر ان انا اسجلها عندي هنا ان انا عالجتها او ان انا رجعتها للتاجر وخدت فلوسها هترجع تضاف عندي المخزن، والقطعة هتتحذف من الهالك. طبعا احنا كده شرحنا صفحة قطع الغيار وصفحة المخزن للفني. الصفحة دي لا غنى عنها لأي محل قطع غيار داخلي، هتريحه جدا وتوفر عليه كتير وهتحسب له كل حاجة بالملي. انا اسف لو الفيديو طول شوية بس انا كنت حابب ان انا اوضح كل التفاصيل عشان محدش يتلخبط في حاجة. طبعا سيستم سنتكس دلوقتي تقدر تجربه مجانا من خلال اللينك اللي في الوصف، تقدر تفعل الحساب بتاعك مجانا. مستنيك كلكم تجربوا وتقولوا ايه رايكم. سلام.